عندنا الوصفة الثانية اللي هي النمورة بالجبنة. ناخذ المقادير تبعتها. اكيد. شوف انا اول مره اسمع فيها. عندنا راح تشوفيها مش تسمعي فيها. عندنا باكيت عجين فيلو من سويتس، عندنا 2 كوب جبنه من الشيخ، كوبين من السمن وكوبين من القطر وفستق حلبي للزينه. راح ابدا في شغلها، بعدين ملحقين على الفواصل. خلينا نبدا في شغلها. راح استخدم اليوم عجين سويتس، العجينه الرقيقه، في عندهم سميكه وفي عندهم الرقيقه. هاي العجين الرقيقه. بدي بس اذكر متابعينا اذا في عندكم اي سؤال بخصوص الوصفه اللي تقدمت اول اشي والوصفه الجديده، يا ريت تشاركونا على الكومنت لحتى الشيف يقدر يجاوبكم عليها. وما ننسى طبعا اللايك وشير وكومنت. جاهزين دائما. زينة عم بتقول لنا ابدعتم في احلى برنامج. شكرا يا زينة. الخطوة الأولى طبعا عشان نشتغل النمورة بدي أقص على حجم الصينية اللي أنا بدي أشتغل فيها. تقدروا تقصوا بسكينة بمشرط اللي بناسبكم، بس تكونوا حذرين. تقدروا كمان تستخدموا العجين كاملة في صينية مستطيلة. أنا هذا العجين اللي بزيد بستخدمه في أم علي، بعمصه وبشتغل فيه. وراح استخدم جزء منه هون في باقي الوصفة. هيك أخذت الشكل الدائري اللي بدي إياه. يعني انا باخذ شكل الطبق اللي انا بدي احط فيه، صح؟ ايوه 100%. راح انزل بشوي من السمنه في القاع. سمنه هذه حيوانيه ولا سمنه حيواني او ميكس او نباتي اللي ما بتفرق يعني. اللي بتشوفوه مناسب تمام. راح يكون ممتاز. وراح اخذ ورقتين كاملين وانزل فيهم، وراح استخدم العجين اللي انا قصيته على الاطراف في الارضيه. طبعا اخواني هاي الوصفه اللي انا بتتقطع، يعني انا ما في داعي الشيء اللي بتقطع بالعجين اللي زياده اللي كانت معي، صح؟ هسه العجين عجين سويتس يعني اذا بدنا نشتغل ورقه ورقه بدنا ندهن سمنه. لكن في وصفات راح نقطعها فلما نسكب عليها سمنه راح تشرب لحالها. تمام. فيش داعي. ايوه هيك انا عملت الارضيه كامله. وراح افرد الجبنه اللي هي من اجبان الشيخ على كامل الصينيه. طبعا تكون متصفيه من المي، صح شيف؟ طبعا اكيد بنصفيها من المي. ايوه ولا بلشت بلشتها تخش في اجواء انا ليه جاي يعني أيوة اجتماع أيوة سياسي بالطبخ وتفكروا. ايوه هيك بلشت تخش في الاجواء تبعتنا. هيك انا بخاف اشعل يعني اذا ضيعت شغله في الحكي راح تتصل عني عنده لا. طبعا اخواني القطره هاي عشان اذا نسيت يعني قطره ما بفوت فيه ملح ليمون. القطر هي عم بغلي. قطره عياره 3 كاسات سكر، كاسه وربع مي بدون ملح ليمون، وهي سخنه طالعه من الفرن والقطر سخن. هسه شو راح اسوي؟ شو رح نسوي؟ اكيد فستق حلبي. اكيد انا بحب الفستق الحلبي. راح اضيف رشه من الفستق الحلبي على الجبنه، وراح احمل باقي الورق كامل كله وانزل وانزل فيه. حلو.
هذا عادي انه بيغلي. بعد الفاصل راح اورجيكم كيف راح نقطعها من الخطوات. بعد ما فردنا الجبنه وحطينا الطبقه اللي هي على الوجه، راح باصابعي اسكر الزوايا، والسبب انه ما بدي الجبنه تنزل بالفرن من الاطراف. وراح ارجع اكد عليهم، هسه بورجيكم كيف، بالسكينه. يعني لازم الاطراف هاي تتسكر مظبوط، لانه اذا ما سكرناها راح نلاقي الجبنه بالفرن طالعه برا. تسكرها مش قصدك تضغطهم مع بعض؟ ضغط بطرف السكينه من الجهه البارده مش الحاميه. لازم اعمل تسكير زنار. بعد هيك راح ارجع اضبط الوجه، وراح ابدا بالتقطيع. طبعا تقدروا تقطعوا بسكينه بمشرط اللي بدكم اياه، تختاروا الشكل اللي بدكم اياه. طبعا مربع، معين، انا عامل منها هرم مثلث. بس اذا قطعها بتقطعها لاخر طبقه. هاي للاخر، هاي للاخر. في يعني اذا مش للاخر يعني بدي اتجاوز الجبنه. متابعينا بدي اذكركم لحتى تربحوا معنا جوائزنا، اعملوا لايك وشير واكبر قدر ممكن من الكومنت لحتى تكونوا معنا من ضمن الرابحين. طيب هيك قطعت الوجه الاول، وراح انزل بالسمنه. ولا كثير سمنه عم بتحط شيف؟ لا مش كثير، مش كثير ابدا. بس لا مش كثير، بس اللي تتشرب الورقات. هاي بعد ما نقطعها بندخلها على درجة حرارة 180 لمدة 35-40 دقيقة، بتكون جاهزة. بعد بشربها السمنة بقطع الوجه الثاني. طريقة شغلها سهلة بما انه توفر عنا العجين. هو المشكلة عاد انه لو ما في شركة مثلا زي سويت، كيف بدنا نعمل العجين نفسه هذا؟ وانا مشكلة الاشياء هاي. بس بما انه متوفر هذا العجين في الاسواق، صار عنا يعني في 10 دقائق بنقدر نعمل هاي الوصفة وندخلها على الفرن ونخبزها. وراح اورجيكم واحدة طالعة من الفرن هسه، بس رجاء يعني ادعوا لي مش علي. لا والله شوف الكل عم بدعي لك. اللي راح تشوفوه على الكومنت. في مرات شو اسمه المشهد شوي بضايق. فدا عم بتقول لك مبدع كالعاده شيف. هيلا فدا. هيك وصفتنا هاي صارت جاهزه، ضايل عليها بس الخبيز. انا معي صينيه بالفرن جاهزه، راح نحليها بعدين بتربح الجوائز اللي بدك اياهم براحتك. خلينا انا اقرا الكومنت. بدي بس اذكر برضه متابعينا اذا في اي استفسار او سؤال حابين تسالوه للشيف بخصوص النموره، يا ريت تكتبوا لنا اياه على التعليقات لحتى نقدر نقراها ونشاركها معكم. نمورتنا جاهزه. هيك طلعت من الفرن. هيك طالعه من الفرن، والقطر اكيد بغلي. وراح نحليها مباشره. والقطر ساخن. والقطر سخن وهي سخنه. يا سلام على المنظر. يعني المنظر عشان هيك قلت لهم 11. خليني افسقها كمان. اكيد. اكرم حبيبي جيب لنا اياها هيك وهي هي بتبقبق بيقولوا صح؟ بتبقبق